ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمي من اكلات بسيطه مع ايمي. النهارده هنعمل قراقيش بالزيت، قراقيش صيامي تحفه تحفه. معانا هنا كيلو دقيق، ده كيلو دقيق بسكوت وكحك، عشان طبعا النواعم معروفه بتتعمل، ولو متعدد الاستخدامات تجيبيه البروتين بتاعه مش اقل، يكون نسبه البروتين بتاعه 13%. معانا هنا معلقه صغيره بيكنج باودر، هنخلها كده. معايا هنا برضو نص معلقه ملح. ناخد دول بقى كده ونقلب ده مع بعضه كده، المكونات كده مع بعض نكسرهم على جنب. تعالوا نشوف. هنا كوبايه ونص ميه، هعمل ايه بقى هنا؟ معايا هنا دي خميره دريم، انا بستعملها تحفه. هحط كيس خميره، تمام. 4 معالق سكر، هاخد منهم معلقه واحده للخميره اهي، وهقلب الخميره دي كده. نركن السكر على جنب ونركن الميه على جنب، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. انا كده شايفين انا هقلبها وهنقلها في حاجه كبيره، عشان انتوا عارفين ان الخميره بتفوق. معايا هنا كوبايه كبيره هنا اهي، هنقلها في حاجه كبيره، تمام، ونركنها على جنب وهنغطيها لغايه ما نشوف هنعمل ايه. المنكهات اللي انت عايزاها، عايزه تحطي يرسون وشمر ماشي، عايزه تحطي اللي انا بقى بحب احط معلقه محلب، وبحط معلقه صغيره يلسون. انا بسخنهم كده، اطلع منهم الزيوت العطريه واطحنهم في المطحنه. اللي انت النكهات اللي انت عايزاها حطيها. معايا هنا 4 معالق سمسم، هو يعني المفروض معلقتين، بس انا عشان بحب السمسم فيها كتير، تمام. نقلب. يبقى احنا حطينا معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه ملح، معلقه من كل حاجه، شمر او يلسون، والسمسم 4 معالق. انت ممكن تحطي معلقتين تستكفي، بس انا عشان بحب السمسم فيها كتير. كوبايتين ماده دهنيه، انا هنا معايا كوبايتين زيت، ممكن تخليهم زيت على سمنه، ممكن تخليهم كوبايتين سمنه زي ما يعجبك. انا هعملهم هنا النهارده بكوبايتين زيت، ولازم الزيت لو هتعمليه بزيت يكون ريحته حلوه. هعيرهم معاكم عشان تشوفوه. دي كوبايه، ودي كوبايه. اهم حاجه بقى، اهم حاجه البس. يعني ايه البس؟ عارفين طبعا زي ما بنعمل الكحك، اهم حاجه في النواعم قراقيش كحك لازم البس، لازم تبسيه كويس. طريقه البس هنا لازم تبقي يعني واخد حقه فيها، لان اساس النواعم اللي زي كده لازم تبسيها. انا هشرب الماده الدهنيه الاول وهقولك تبسيه ازاي، وبعد كده ابسه انا مع نفسي. عايزه اقول لكم الريحه بجد، ريحه المحلب واليلسون مخليهم ريحتهم جميله جدا. انا بغلف كده، لسه ما بسيتش، انا كده يا دوبك بغلف الماده الدهنيه. وزي ما قلت لك ممكن تعمليه بكوبايه زيت وكوبايه سمنه، بكوبايه ونص سمنه ونص كوبايه زيت. تعمليه بسمنه خالص، بس بسمنه خالص هيكون ناعم قوي زي الكحك. احنا عايزين فيه القرشه بتاعته. انا كده بغلف لسه الزيت فيه او الماده الدهنيه اللي انا حطيتها. بصوا يا حبايبي بقى، هنا انا كده خلاص. بصوا ركزي معايا هنا. البنات، انا بتكلم البنات اللي هي داخله المطبخ جديد، اللي لسه متجوزين جديد. بصي يا حبيبتي، انت بتمسكي وتعملي كده، بتاخدي حته وتعملي كده اهو. لا ليه بس اقل حاجه من 5 ل 10 دقايق. بسيتها، بصوا بقت عامله زي ايه؟ زي الرمل المبلوله. بصوا خدت. هنا بقى هنزل بالخميره عشان هنا كده فارت. هنزل بيها
هنزل بس بقيتها وهلمها. احنا بنلم ما بنعجنش زي ما انتم شايفين كده اهو. في هنا لا انا حطيت نص، فاضل الكوبايه اللي قلت لكم عليها. احط فيها 3 معالق سكر، ادوبهم وانزلهم هنا دلوقتي. خليكم معايا. الكوبايه اللي انا ايه زودت فيها 3 معالق سكر اهو. ايه المعيار ده مظبوط بالشعره. هتشوفوها دلوقتي معايا اهو. هتشربها كلها. انا هنا بلم اهو، بلم مش بعجن عشان محدش يعجن والقراقيش تحطب معاه وتنشف. شايفين اهو. شايفين اهي لمت في ثانيه. اول ما تلمي من ايدك والميه العجينه تشربها توقفي ايه، تشيلي ايدك منها زي ما انت هتشوفي معايا دلوقتي. اوعي تكتري عجن فيها عشان ما تعضمش. شايفين معايا اهي. اعرفها ازاي بقى ان هي تمام كده؟ هقول لك. شايفين لمت من الطبق ازاي اهي. طبق اهي. بصوا لمت ازاي اهي. بصوا انا عايزه اوريكم حاجه بس عشان تعرفي عجينتك ناجحه بتقطم ازاي، ما فيهاش عرق اهي. تمام. انا هسيبها، انا مش هخمرها، انا هسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح. انا سبتها ترتاح بس. تمام. هعمل ايه بقى؟ هي ما خمرتش، هي بس انا سبتها حوالي 10 ربع ساعه كده قبل ما احضر الصوص. هعمل ايه؟ هقطعها كور كده، اقسمهم على 4 اهو. دي بس دي صغيره اهي. حطي دي في قلبتي كده اهو. تمام اهي. نغطيهم ونبتدي بقى ايه، هنغطيهم كده، هنغطيهم ونبتدي نشتغل. انا معايا هنا صاج دهناه دهنه خفيفه زيت، دهنه خفيفه من غير نشابه ولا حاجه. شايفين معايا اهي. وهلفها زي رغيف الفينو، بس انتي ما ترفعهاش قوي، يعني خلي السمك بتاعها كده يعني ايه معقول، ما ترفعهاش عشان ايه ما تفردش منك وانت بتيجي تقطعي. وهعمل كده وهعمل كده كأنك بتلف رغيف فينو بالظبط اهو. وهاجي بقى في الحته دي، شايفيني اهي، بقفلها خالص خالص اهي. شايفين اهي. لازم تتقفل قوي عشان لما نيجي نرولها تبقى مقفوله اهي. واكدي ان هي اتقفلت منك اهي. انا بتكلم برضو البنات المبتدئه. واعمل ايه بقى؟ الفها كده وبايه، بصوا بطنيه ايدي كده واعمل كده. معلش انا بدقق في الفيديو عشان البنات المبتدئه، لكن اخواتي وحبايبي بيعرفوا يعملوا احسن مني كمان.
لازم لا تخليها رفيعه قوي ولا تخينه قوي. تمام كده. وافضل ابطط كده. عايزه تعمليها بنشابه، هي مش مستاهله نشابه. اساوي وابطط زي ما انتم شايفين معايا كده. اسوي بايدي بس بحرف سكينه. تمام. بسكينه بقى بصوا بمقطع زي ده كده. لازم تبقى متساويه كلها، وبرضو عينك هي اللي تحكم في الحاجه. طبعا اول حته دي انا بشيل على جنب، وبقطع مثلا ادي عقله كده وانزل سن حسب ما انت عايزه القرقوش. شايفين عامله ازاي؟ اهي المقاس اللي انت تحبيه. بعمل عقله كده واسيب بتاع حوالي سنتي. اهي معلش بقى طلعت واحده كبيره واحده صغيره، انا عشان ايدي يعني مش قوي فيها. بصوا اهي شايفين السمك بتاعها، وبرصها بصوا برصها بصاج، بسيب مسافه بين دي وبين دي اهي. تمام. اخلص بقى الكميه بنفس الطريقه كده ونرجع نشوف هنعمل. بعد ما قطعته انا عقبال ما قطعت الصاج ده حطيته، وبعمل في التاني كان خمر، يعني هو مش هياخد وقت في التخمير بتاع 10 دقايق ربع ساعه. شايفين ببركه ربنا دول من كيلو دقيق. عايزه اقول لكم تحفه. هدخله على فرن درجه حراره 100 من 170 ل 180 حسب فرنك، يعني هو ممكن يكون 170، انا هدخله على 170. بياخد من حوالي 25 ل 30 دقيقه. لو الفرن عندك ما بيحمرش، اول ما تشوفي القراقيش من تحت احمرت بتطفي وتولعي الشوايه ياخد لون حسب فرنك. انا هدخله على درجه الحراره 170، بياخد من حوالي من 25 ل 30 دقيقه. هسويه وارجع لكم نشوفه مع بعض. هنا يا جماعه بعد ما طلعت عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي قوي قوي. انا قلت لك زي ما قلت لك في اول فيديو بشويه دقيق وشويه زيت. عايزه تعمليها بسمنه وزيت اعمليها، عايزه تعمليها بسمنه وزيت اعمليها، عايزه تعمليها بسمنه بس اعمليها بسمنه بلدي بس اعمليها، عايزه تعمليها بسمنه نباتي اعمليها. اللي في الامكانيه اللي ما عندك، بس حاجه تلاقيها في الفطار تلاقيها في العشاء، ومش مكلفه وبجد جميله وحلوه قوي. تعالوا نفتح واحده مع بعض. انا فتحتها بصوا حلوه مفرغه ازاي من جوه. بصوا تسويتها، عايزه اقول لكم جميله من جوه، طريه من جوه ومقرمشه من بره. خليكم معايا ازاي. بصوا بصوا عايزه اقول لكم تحفه. وهنا الفيديو بتاعنا خلص خلاص. بتمنى يكون الوصفه عجبتكم. هي سهله وبسيطه وبامكانيات قليله، زي ما انا قلت لك بامكانيات ابسط الامكانيات. تعمليها كوبايه شاي في العشاء في الفطار وبشويه زيت، حاجه خفيفه وحاجه حلوه. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. كومنت منك حلو يفرحني. سلام باي باي.